خلال المؤتمر الطبي السعودي الثامن الذي عقد في الرياض، قام البروفيسور تاجا سون بنطق الشهادتين. كان الدكتور تاجا سوني أستاذا في علم التشريح، وقد شغل منصب رئيس قسم التشريح وعلم الأجنة في جامعة شيانغ بتايلاند، وهو الآن عميد كلية الطب في الجامعة. وخلال المؤتمر الطبي السعودي الثامن الذي عقد في الرياض، قام البروفيسور تاجا سون بنطق الشهادتين، والسبب في ذلك أبحاثه التي قام بها. فقد عرض عليه بعض علماء المسلمين أثناء إحدى محاضراته بعض الآيات القرآنية التي تحكي وتشرح كيفية تكوين الأجنة بالتفصيل. وكان رده حينها إن لديهم أيضا في كتبهم البوذية أوصافا دقيقة للغاية لمراحل النمو الجنينية، وقد أخبره المسلمون أنهم مهتمون للغاية برؤية تلك الأوصاف والتعرف على هذه الكتب التي تتحدث عنها. وبعد ذلك بعام تقابل هذا العالم تاجا سوني مع علماء المسلمين، وقد ذكروه بما قاله لهم قبل عام، وطلبوا منه أن يعرض عليهم الكتب البوذية التي تحدثت عن تكون الأجنة، لكنه اعتذر وقال إنه في الواقع أدلى بذلك البيان دون التأكد من الأمور، وأنه عندما قام بفحص الكتب البوذية وجد أنها لا تحتوي على أي شيء ذي صلة بهذا الأمر. وكان ردهم أنهم قاموا بعرض محاضرة كتبها البروفيسور الكندي كيث مور حول توافق علم الأجنة عما هو وارد في القرآن والسنة، ثم سألوا البروفيسور تاجا سون عما إذا كان يعرف البروفيسور كيث مور، فأجاب أنه يعرفه بالطبع، مضيفا أن الأستاذ كيث مور كان من أشهر العلماء العالميين في هذا المجال. وعندما اطلع الدكتور تاجا سون على البيانات التي وردت في مقال الدكتور كيث مور أصبح مندهشا للغاية، ثم سألوه عن بعض الأبحاث الشخصية التي قام بها حديثا، وكان أحد الأسئلة حول الخصائص الحسية للجلد، والذي يعد اكتشافا حديثا نسبيا في الأمراض الجلدية، حيث يعتبر الجلد هو مصدر الإحساس، وإذا اختفى الجلد تماما فإن الإنسان سوف يفقد الإحساس. وقد أخبروه وقتها أنه سوف يهتم كثيرا عندما يعرف أن القرآن الكريم والذي نزل قبل 1400 عام يشير إلى لحظة عذاب الكفار بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. وقد جاء فيه أن الكافرين عندما تتحطم بشرتهم وتذوب جلودهم فإن الله عز وجل يصنع لهم جلدا آخر ليستمر عذابه، وهذا فيه إشارة إلى علم النهايات العصبية في الجلد. والآية الكريمة هي من سورة النساء الآية 56، حيث يقول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. ثم سأله علماء المسلمين إذا كان يوافق على أن هذا فيه دليل على أهمية النهايات العصبية بالجلد في عملية الإحساس، فأجاب الدكتور تاجا سون أنه يوافق على هذا الرأي. ثم سأله المسلمون عما إذا كان هناك احتمال أن تلك الآيات الكريمة التي نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام منذ 1400 عام هل يمكن أن تكون من تأليف البشر؟ فأجاب أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك أحد من البشر على علم بتلك المعلومات، لكن البروفيسور تاجا سون الذي لم يكن لديه خلفية كافية عن الإسلام سألهم من أين تلقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآيات، فأجابوه أنها من الله عز وجل. وقد اهتم البروفيسور تاجا سون بعدها بدراسة القرآن الكريم، وقد زاد اندهاشه عندما علم أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يستطيع القراءة والكتابة. وقد زادت دراسته للقرآن الكريم حتى أعلن إسلامه في النهاية. كده تبقى انتهت قصة النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.